ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زهقت من الحبوب اللي بتطلع فجأة وبتسيب أثر؟ النهاردة هقولك على وصفة طبيعية وفعالة ونصايح هتخلي بشرتك صافية وناعمة من غير حباية واحدة. قبل ما نبدأ لازم نفهم سبب الحبوب ايه هي. تغير الهرمونات، أكل فيه سكر أو دهون زيادة، وعدم تنظيف البشرة بطريقة كويسة، استخدام منتجات مش مناسبة لنوع بشرتك، التوتر والقلق. عشان كده الحل لازم يكون داخلي وخارجي. وب3 مكونات بس هعملك ماسك يخلي الحبوب كلها تختفي. مكونات بسيطة من البيت. أول مكون معانا هتكون معلقة صغيرة من عسل النحل، ونص معلقة قرفة مطحونة، ونقطتين زيت شاي. هتخلطي العسل مع القرفة كويس، وحطي الخليط على مكان الحبوب وسيبيه لمدة 15 دقيقة، واغسلي وشك بمية فترة، وبعد كده مشي عليها تلجية عشان تقفل المسام. البدايل لو بشرتك حساسة تبقى بديل القرفة استخدمي جل الصبار، هيهدي ويقلل الالتهابات من غير ما يسبب اي احمرار. ولو بشرتك جافة بدلي زيت شجرة الشاي بزيت الورد او زيت اللوز الحلو، بيهدوا البشرة وبيساعدوا على التئام الحبوب من غير اي اثر. لو بشرتك دهنية ممكن تضيفي نقطتين من عصرة الليمون، لان الليمون بيقلل الافرازات الدهنية اللي بتطلع من البشرة وبيفتح المسام وبيشيل آثار الحبوب جدا. بس لو بشرتك حساسة متستخدمهوش، استخدمي جل الصبار زي ما اتفقنا. العسل الأبيض مضاد للبكتيريا والفطريات، وكمان بيساعد على قتل البكتيريا اللي بتسبب حبوب، وبيقلل الالتهاب والاحمرار، وبيرطب البشرة من غير ما يسد المسام، وبيساعد على التئام آثار الحبوب والندبات. كمان القرفة بتحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهر طبيعي جدا، وبتنشف الحباية وبتقلل انتشارها، وبتحفز الدورة الدموية في البشرة على الشفاء. ملاحظة: تستخدمي كمية بسيطة جدا لأنها قوية جدا على البشرة. زيت شجرة الشاي أقوى مطهر طبيعي للحبوب، بيقلل من حجم الحباية بسرعة وبيمنع ظهورها، وكمان آمن جدا على البشرة. اديني قلتلك 3 مكونات: عسل وقرفة وزيت شجرة الشاي. العسل مضاد للبكتيريا، القرفة بتحارب البكتيريا، زيت شجرة الشاي مطهر طبيعي وبيعالج الحبوب بسرعة جدا. وصفة سهلة جدا وسريعة جدا وفعالة، هتقللك الحبوب في أسرع وقت. عشان تحافظي على بشرتك صافية اعملي النصايح دي: اغسلي وشك 2 مرات في اليوم بغسول مناسب لبشرتك، ما تناميش بالميك اب ابدا، غيري غطا المخدة كل اسبوع، قللي الاكل اللي فيه سكريات او دهون، واشربي 2 لتر مية في اليوم على الاقل. ولو قدرتي خدي مكملات غذائية زي الزنك وفيتامين اي بعد استشارة الطبيب طبعا. بس كده، جربي الوصفة دي 3 مرات في الأسبوع وهتلاحظي الفرق من أول أسبوع. ولو عايزة وصفات أكتر لبشرة صافية ونضرة ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة، وتسيبوا كومنت ايه أكتر حاجة بتضايقك في بشرتك عشان أعمل عنها فيديو مخصوص ليكي. باي باي.